الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الأفاضل، في الجمعة الماضية تكلمنا حول سنوات الأولى من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 15-18 هكذا. اليوم سنتكلم حول تجارته وزواجه بسيدة خديجة رضي الله عنها. هفته چی مبحث سال پیغمبر بچوکیه کرد، مگو 7 8 و 10 و 14 15 17 18 مگو چند تشتا کریه. یک جوان با آب خورا چو تجارته آواد دو مگو شرک مازن چی بو وکا ظلام اوج چو آلیکاری آب خوان کرد، یعنی اک نکرد ندگات ترسم ورداویدا. یعنی انسان خودی ایمان قومی وی چکر نه قومی خدای نکاره به جوالا داش خال مشت مایا مجوات نه دردو کل ملت تشبت دردو کل وان را ببی خای درد تشتکی دیجی پیغمبر کرد او که چی بو مگو طوبونه که حلف الفضول طوبون چی بود گوتن جی ایروپا دا ام ظالمات مدینه دا مکه دا قبول ناکن گرم ظلمه راکن پیغمبر جی پر کیفات اوج شو ناوان اودبه اگر وقتی بو پیغمبر جی گو اگر تکلیف وکوی وقت ایروج مراور سوی تکلیف قبول کم، یعنی از آلیکاریا انسان بندست او فقیر بکم اویاج علامت چیه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر شعبی وکری بود درد و کل ملت خود دید، یعنی ندگو دا زشار روجه خود گرم چه جهنم وکری کی ظالمه کی مظلومه نه تدناوا ملت کی دا دوام بکی حیات خو گره حیاتش درد و کل وان جهبه. ایرو هم بحثا تجارت اوی هدی دست تجارت کر او زواج اوی بکن آبا پیغمبر صلی الله عليه وسلم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم عمره أصبح حوالي 20 أو أكثر. انتشر في مكة اسمه بأنه أمين يتاجر، طبعا تجارة بسيطة يعني ليس كبيرة، لا تظن بأنه كان يتاجر بالملايين، ولكن حسب حاله كان يتاجر وله شريك اسمه السائب ابن أبي سائب، له شريك يتاجر معه. طبعا ماذا يبيع ماذا يشتري، ما كان يباع ويشترى في مكة في هذه الوقت، ولكن الرسول اشتهر بأنه أمين. الذي يتاجر معه يفرح، يشعر بأنه أمين صاحب ثقة، لا يخدعه في المال، إذا وعد يفي بوعده، إذا قال المال جيد جيد غير جيد غير جيد، يعني اشتهر بأنه رجل أمين. هذا ما كان معروفا عن الرسول بأنه الأمين في التجارة، رجل يوثق به لا يخدع أحدا. هذا أولا احفظوا هذا في عقلكم، رجل أمين. پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمره یدی بو 20 22 23 شو تجارت تذكر يعني ام وجن خدي غيرت بو غيرت هي بو شو کارو خباته کی بكم تنه بافتنه ور حاصل اف فقير نکاره بجا بابم تنه دکالی کارم که خدمتش خاط کرد اجا تجارت تذكر تجارت وی وقتی ام بجن چهبه دواد فروشن گنم د فروشن ام بجن مسك چه بیانه حواله کیوی هبو شریکی وی ام بن نیوکاری و ارتاخی وی ناویجی صاحب کره ابو صاحب و ناوی صاحب و هبره تجارت تذكرن دوان روجادا ناوی پیغمبر مکه در کتبو دگوت محمد راست امین. امین معنی راسته خودی باوریه، يعني دگو محمد راست تجارتك تذكر. طبعا تجارتك بشو كان ظن نكن بمليونات فرود حاله وان تشبو، ولكن بزنکی بسنده بفروتاجی تشتکی بچوک مازن راست خبر داد دگو مالم باشه مال معیبایه مال معیبایتنه صوز پرا بدا پره خود وقت ویداد آنی دین بدایه که صبر کر حتی وقتی باتا، یعنی چه هبونا بدناوا ملت دا ناوی درکه دگوت محمد امین اویا ببو قرکتر پیغمبر هدی ناوی مکه دا هدی بلاد بود چه بود دگو محمد گوتیه محمد بونا تمام بویدی یقین دکرن تجارت دکر دروانت کر حیله ندکر مال یکی ندخوار اویاجی تشتکی مهمه گنج ما آنا جحیل ما جوان ما براهای وان جوان هبه تجارت خود چه عیشید کم را راست مجانا دا که بکن وانا تف ام وجن ادبه پوغان جوانا ادبه قرکتر تکبه سرهب تفجي تشتي زيدان عفر معفرمه وعفرم كفه سرهب مرضاوية دفرة. يعني ناوي مشهور ببراويات بيرا ودا محمد امانته بتجارته خدا خيانتي ناكل. بعدما اشتهر اسمه بالتجارة وبالأمانة كانت هناك امرأة في مكة اسمها خديجة بنت خويلد، امرأة قد تزوجت من رجلين وماتا ولها أولاد من كليهما 2 أو 3 من الأولاد. صاحب شرف، هي صاحبة شرف، وأغنياء مكة يريدون الزواج منها ولكن هي ترفض. صاحبة المال تزوجت مرتين، ربما قد قالت
يكفيني تزوجت مرتين فمات الزوجان، يكفيني لا أتزوج، ولكن لديها مال لأنها كانت قد ورثت من أزواجها السابقين، الزوجين السابقين. فبعدما سمعت باسم محمد رجل أمين أرادت أن ترسله في تجارته أو في تجارتها إلى الشام. كان اسمه المضاربة، يعني تقول تاجر ولك الربح 10 5 هكذا حسب الاتفاق. فسمعت باسم الرسول فتكلمت معه، خلاص عندي مال أنا أحب أعطيك المال تذهب به إلى الشام للتجارة، وبعدما تعود نعمل الحساب، الربح هكذا لك وهذا لي، المبلغ نسبة كما نقول. فالرسول قبل العرض وذهب بتجارتها إلى الشام، وما هو موجود بأنه ذهب وعاد بالسلام وبالأمان وبربح زائد بلا مشاكل بلا حيلة ولا هكذا. فأصبح للرسول مكانة أكبر في قلبها، رجل صاحب أمانة وصاحب صدق أخذ مال امرأة أرملة ولكنه لم يخنها، فعاد بالمال سالما آمنا ومع ربح زائد. فكذلك بدأت تغير فكرها، رجل أمين بإمكاني أن أعتمد عليه. هذا كذلك شيء مهم علينا أن نعلم، الذي يحافظ على كرامته فالله عز وجل يكتب له المحبة في قلوب الناس ويجعل محبته في قلوب الناس. هذا كذلك احفظوه. فهي بدأت تثق بالرسول أكثر فأكثر. فشتك نابي پیغمبر در کد گوت محمد راست خدیجه جنکا ام کردید بین جنبی يعني ميري مربون، جنكي بو دجارة فقير زوجي بو هردو جارة إسلامي مربون. خديجة جنكا بقدر وقيمات بود مكة ده، عائلة وعائلة أوج قريشي عائلة كمظلم شرف بناموس، فقير دجارة زوجي وهردو إسلامي مربون. هر ظلامك يكي جوان دحب صبي يكي جوان زاروك يكي يشتبو، يعني جنكا بي دحب زاروك أنا ليه هردو ظلامي يجي زنجين بون برج رمان. فقير دن هردو جارة زوجي خيرج ميران دي هردو ميرجي مرن ومالش دستی بیدم ما زاروکی سه حبیتی میهنه ام بجن زنگین مکید خواستن پیراب زوجن فقط وی ندخواست بلکه دلی دا شبهه چه بو وانش بونه پیرمت خوازم مراب زوجن نه زوجی فقیره ولكن پشتی کو دنگ چو گوهی بهیس کو یک هنابی محمد امین تجارت کباش کو جو برابر تجارت مال مراب که خبرش پیغمبرشان گفت مال من حتی شامی کاروان من او قصا کار اشترا او قصا جمرا يعني کار چه قصاش قال هفكرن يعني عرف عاداتي بوقته بينجاك دهيك بيستيك امر زانن فقد لهفكرن قو طامته او قصا تجارته من حرا شامي ومال من ببينه او قصا کار اشترا او قصا جمرا پیغمبر چو هات بزمان کی هندکتا برحتی چو بخشقای چو به حیله به دزی به ضرر وقتی که زفرنجی گولاب قازانجا کباش زفرینه پشتی که قازانجا کباش هات وی وقتی حضرت خديجة أو جنانة تعبي بسكيف أبو والله واي ظلامك هيا ظلامك تقارن بشتاق بدمك دزيل مناك حلال مناك الجنك بظلام من مالك أمانتي ويكر والله وك ظلامة شوهات وقرشك بري مجي نخور وبكارك زيدا جي ببركتك زيدا دوي وقت ده خدمت كاركي نابي ميسره بيا خدمت كاركي خديجة جي هبي أو جي كتشته تيت بيجا والله محمد وهاب وهاب وينكي كرامتها ديتو وينكي تشتي خوش ديتو بلكي معجزه خدای زيادتر كود بيجن عول سر ابو جوان زيادتر اخلاق پیغمبر ديتو انسان كي مرد برحمت بنفس الي كارت ك لسر مال دلي خد شوت ندبي مال امانه انا بدا بيجا برده تدين كي وقنت كن بلا مثلا كي انسان مهنه لو جملات زنجين كارت كن زرار بلا براره وحشي هنا ذبي وحشي هنا هيك زرار ديك قرشك كذا بردا ده قرش بردا ولا ذبي ظالمك كي جوا يا قبري هي ولكن تماشتك پیغمبر تشكي ساتنه وكا كچوا شعب خد بارزه مال ويجن كانش بارزه زارو كي يتيمن ور حاسبت بجا والله محمد انسان كي وهاب خديجه ده يدي دست بتكش پیغمبر حسد دبي والله كار مال خو امانتي في ظلام يعني بكم دماكي جنجه ماجي قبا كش خدا بترسن خدا عز وجل وان دلي انسان ده مازنت كي ملت كار بشتاخبا بالسترين. طبعا الرسول بعدما عاد وكانت لخديجه غلام ذهب مع الرسول فبعدما عادوا الظاهر هي كذلك تكلمت مع الخديجه وبينت فضل الرسول يعني رجل امين رجل صاحب ثقه لا يحب الخيانه يحافظ على الامانه. فبدات خديجه يفكر رأيها
وعلماء يقولون ربما خديجة رأت بأن الرسول في الحساب لا يرتجف بالقروشات كما نقول، لا يقول خلاص يسامح، لا يقول أعطيني هكذا. حينما تكلمت وعملت حساب في التجارة مع خديجة، خديجة رأت بأنه رجل كريم وعفيف وغني القلب، لا يقول هذا القرش لي وهذا لي، عملت هكذا خلاص. يعني مثلا نقول 99 أو نقطة 9، يقول خلاص خليها 100، خليها 100 يعطيك هكذا. فهي بدأت يحب الرسول أكثر، فعرضت من خلال أحد صديقاتها الزواج بالرسول. فالرسول قال لا مانع لدي ولكن سأستشير أعمامي. فتكلم مع أعمامه فقالوا لا بأس. هي كانت أكبر من الرسول بالعمر حوالي 40 سنة حوالي تقريبا، والرسول عمره تقريبا حوالي 25 سنة 15 سنة فرق، ولكن الله عز وجل هكذا أراد، فالرسول قال لا مانع لدي، وهي كذلك طلبت، فحصل ما حصل. سنقول ما قاله عم الرسول حينما ذهبوا للخطوبة. عالم دبين وقت كوزفرين خديجة رازيبة بشكي فكري هات قردن والله محمد ظلامه كي باشه أبي خدمتكاري هات بشكي تشتي باش در حق پیغمبر داغو دبين تشكي دنيش ده احتمالا كمازنه پیغمبر ده كتبه شعبي خديجة مازن بوبه كو اف بازار ده وقت دنو دستين حساب تكني دي تجارت ده حساب هي تو وقت حساب داد به تماشا کرنی بلکه تماشا کریه که پیغمبر ماشاءالله دلی مازنه يعني بقرش افا ناسك نقرش ام كرديد من رجفاندن هو يعني هذا نرى پیغمبر نارج في قرشك تشينا يعني دادم جانت بين نوتو نه اونزا چقا تمام براسات به 5 سال زرارت نه تماشات که اف پیغمبر دیگه فقیر اب ظلامي هانه بريتنا الفقيره ولكن جبوني قرشة دنيا كي خراناك نا بقرشك يعني نا بقرشك دبا وقاصات نرى شعبي فكريه دلي تجيه دستي فكريه دبي تمام تشكيش ترى تشكي نابه ده قدر پیغمبر شعبي ده زيادة دبا باشا او جهوالك اخرت بجا والله تخازن محمد را بزوجم او هوالا ويچش پیغمبرات بجد به خدیجه تخازه ترى بزوجت به چه چش پیغمبرات به پیغمبر به ضرارتونه مو چد به يعني عمر پیغمبر در دوره 25 عمر خدیجه در دوره 39 يعني وهذا بلكي بشكي كمتر بشكي زياتر اما في دور در دوره هانه ده پیغمبر بيج اب خراج بيج اب منه ابيش تشتكي مهمه انسان بعائله خو استشاره بك يعني وكا جنج انا جنج انا بجانب من خاصيه كم زوج تقبل كي تزاني تنكي تزاني والبابته مامته اقربته اتزوجم دبي والحاصل كلام پیغمبر چجما رایت بجد به پر باشه والله خدیجه جنه کب قدر و قیمته هر کس خواست پر اب زوجه و مادام وی تکلیفش ترانیه امش قبول کن از انا جوارا بجم که ابو طالب چقاسه کلمه خوش در حق پیغمبر دا گوته وقت چن قیزید خوازن يعني سنتكلم ساقرا الكلمات باللغه العربيه وبعد نترجم ابا طالب عم الرسول مع سائر العمى مع حمزه وعباس ذهبوا لخطوبه خديجة رضي الله عنها. اسمعوا ماذا قال. يقول الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا وجعلنا حكاما على الناس. هذا ما هو موجود في حق قريش. أولا يمدح القريش عامة نحن أصبحنا فضلاء ونحن من ذرية إبراهيم وإسماعيل ونحن نخدم بيت الله عز وجل. هذا مدح عام في جميع أهل مكة. هذا أولا. كلمة عولدة دبيجة تدبي حمد جو خدايراكو مكرية ذرية إبراهيم وإسماعيل بس نخونا دعوليها دي علم نفسي دا بسيكولوجي دا كردي بن دروني پر تشتكي مهمة كنت بخازي تشتكي بيجي تبسنا ايه مقابل جي بديت ما حيوان بدي اولت نبيجي اولي ازباشم داويته ون انسان مازنن افياج دبيجي ما تبا چمكي مالا خديجه جي قريشينه افجي قريشيه دبي حمد خدارك مكريه ذريه اسماعيل وابراهيم مكريه خدمتكار في كعبه هانه امبونا مازنه ملته چمكي ملته عربه حرمه قريشات قرش بر خاطر كعبه يعني افانا تشتي مازن بون في تشتي هاند ام حكم تكون بقدر قيمه وام بنا خدمتكاري كعبه كعبه ملتي حجاويتك يعني تين دورا مالا ماتشنتين وساكن مبريشن
داوية بيتش ثم ماذا يقول؟ يقول إن محمد بن عبد الله من لا يوزن به فتى في قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وكرما وعقلا وإن كان في المال قل أي قليل المال. كلام قصير، أي لا يوجد شخص في مكة له قيمة من الفضل والكرامة والاحترام والعقل مثل محمد وإن كان ماله قليلا. انظروا إلى كلام مختصر في حق الرسول، عمه هكذا يمدحه. إذا ذهبتم لخطوبة أحد من أجل أطفالكم إذا كان فيه صفات ممدوحة امدحوه بصفات ممدوحة، فهو هكذا يمدح الرسول. لا يوجد شخص في مكة له قيمة ومكانة مثل قيمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان ماله قليلا. فإن المال ظل زائل، الظل كما تعلمون في شمس في ظل، ذهب الشمس خلاص انتهى، هذا كما يحصل في النرويج، شمس غيم هكذا يروح يرجع. وعارية مسترجعة، يعني رجل أخذ منك فأنت تعيده، أي لا تفتخر بالمال. العقل والكرامة والاحترام دائم، ولكن المال اليوم موجود وغدا غير موجود. دبي شيء دبي أبو طالب دبي محمد كري عبد الله آبویه یا نخوازه بجه براردیه متخوازه بابی بده ناس کرد بافر چقدر پیغمبر بابی خو ندید یجی به بابی بده ناس کرد به محمد لا عبد الله کو بریویه اجمامیمه دبی اصا انسانه که د مکه دا تگینجه کی وکای بقدر قیمتنا تترازی وزانه چنه میزان کیلو بره نه انا تبع الکترونیک یعنی بره یک لفر بو دبیت محمد این علی کی تکی دینی وی علی وکا محمد گران نای كأسكي وكاوي ناي نب عقله خو نب شرفه خو نب ناموسه خو نب امانته خو نب انسانته خو وكاوي كأسكي جرانتنا يعني ولو مالي كيم بشي يايز بيجا مالي كيم يعني ولو مالي كيم لو راد به مال سي مزانچنه سي قدر باسبويه طيب مثلا انا الفرا باران سرسبي رول بو انا بيع عوري يعني باي عورت روج درته باران ته تدي سي انسان نامينه دبي مال جي وهاي مال سي كدايمينه ايرو هي صبيتنا ساعات كي هذا دقه باشتنا ودبي امانتك يتز براندن مثلا عقل شرف ناموس اخلاق دلي فرا امانات شي دائمينه فاستن ولكن برا ايرو هي صبيتنا يعني قال لك جماعه روها بيان فقيرنا روها ديام زنجيبونا ايرو برا بيا صبيتنا بيا والحاصل فرقه يتفرده هي او قصاب شكلك باش تصني پیغمبر عليه الصلاه والسلام يعني بظام الله ما بقيمته يعني. وهكذا يقول وله في خديجه بنت خويلد رغبه، اي هو يريد الزواج بها، ولها فيه مثل ذلك، اي هي تريد وهو يريد. اعلموا هذا، اي هذا ليس طلبا من الرسول فقط صلى الله عليه وسلم، الطلب اتى من خديجه، هي تريد الزواج به وهو يريد بها، فنحن أتينا حتى نزوج، وبعد ذلك يتكلمون حول صداق المهر ماذا سيدفع، وتزوجا. وقد رزق الله الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة 6 من الأولاد، 6 أولاد رزقها الله عز وجل، كلهم ماتوا قبل الرسول إلا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هي توفيت بعد الرسول ب6 أشهر. وهؤلاء 6 4 إناث و2 ذكور، قاسم وعبد الله، وهناك من يقول قاسم طاهر الذكور، أم كلثوم زينب رقية فاطمة، 6 من الأولاد رزقها الله عز وجل من الرسول، أو رزق الرسول منها، وكلهم ماتوا. الأولاد كلهم ماتوا صغارا، ولكن النساء كلهن كبرن وتزوجن، وبعد ذلك انتقلن إلى رحمة الله عز وجل. هذا كذلك من بركة هذا الزواج. بشتيكو قيزي خواستن نكاحي كرن زواج وان كرن دعوة وشكر ويوقتان يعني بيجن كرن خدا عز وجل عمرك دوام 25 سال بهبرمان 25 سال دبي 25 سال هانيدا دلماي نما شرط نبو عاجزي نبو خدا 6 حب زاروكا دايكي 6 حب زاروكي دن جوان 6 حب زاروكا 4 حب قيس كاتشبون دو كربون افي كرات يك دبن عبد الله يك دبن قاسم هيك دبن نافي يك جوان طاهر بيانا قاسم يعني
پیغمبر جرات گوتن ابل قاسم بیج لهات ناز کرنه دو کر و چارجی قیس کر تفزو مرن تبکی بچوک دمرن وفات کرن کچکشی تفجی مازن بون تفجی زوجین پاشه وفات کرن فقط فاطمه بتنه پشت وفات پیغمبر وفات کرد و کی تفکیا حیات پیغمبر ده وفات کرد یعنی پیغمبر جالی که ده صلی الله علیه و سلم با وکی بو 6 حبزارو کیوت حیات او دامرن ابیاج بینم بر چعبه خو جانم قراتیا خود کنم بین یا من مر لای من مر کچا من مر اکیج ما 6 حب مرن 6 حب کرتنن کچی یک ابتر مای او زانه چند ما پاشه دمره یعنی جراغوت چند ما پاشه بمری لو ما پیغمبر به علیه الصلاة و السلام مصیبت که هات سری و من بین عقل خود چه بلای مصیبت مزنات نسری من بی وقته صبر و تسلیه و چه زواج قبر بخير وبركات بو 25 ساله به هفرمان بلكي ام كرتاي وها بجن حضرتي خديجه جنكا قال لك مازن بو يعني سلام خدا عز وجل جراهات بو جبرائيل قال خدا سلام جرات شنا سلام وجرا بش طبعا بقوا معا 25 سنه وهي كانت نعم المعين للرسول صلى الله عليه وسلم ايها الرجال ايها المتزوجون حاولوا أن تتزوجوا من نساء صالحات العرب يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة فسيدتنا خديجة رضي الله عنها كانت نعم المعين للرسول صلى الله عليه وسلم تدافع عنه تخفف عنه تمدحه تتكفل بخدمة المنزل ويقول اعمل ما يأمرك به الله عز وجل وحادثتها معروف سنتكلم عنها في المستقبل فهي كانت نعمة الزوجة ونعم الزوج لزوجها ولها على كل مؤمن فضل وكرم نحن مدينون لها بعد الله عز وجل هي خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا وبقت معه 25 سنة والرسول لم ينساها فبعدما ماتت وتزوج الرسول بالنساء أخرى كان دائما يذكرها بالخير أحيانا السيدة عائشة تغضب وتأخذها الغيرة تقول أبدلك الله خيرا منها هي كانت عجوزة وأنا شابة فالرسول يقول لم يبدلني الله خيرا منها فهي كانت نعمة المعين للوفاء بين الزوجين هكذا يكون طبعا وقتی که 25 ساله به هفرمانجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی که بو 65 سال عمره به وفات کرد اختیار بو یعنی 65 سال وقت نوکانه بینم تایل کردستان آمد به 65 سال مد گو رحمه خدا له واقع انسان اختیار دبو دیجا جنکی دجاره زوجیه ظلام مرنه زاروکی و ظلام ویجی بیا پیغمبر او صبر و تحمل 15 ساله از 12 13 ساله زحمت کشان دیگه پیغمبر ظلم مکه دیت یعنی پر کتبو فقیر اختیار بو پشتک وفات کرجی ایجا پیغمبر قط بیروانه کرد هر دم تشتی خوش را دگو وفات کرد دگو مثلا قربانه کی بدانه حیوانه کی دگو فلان کسی حوال خدیجه بونه حوالای بونه بدوانجی هر دم بحث کرد حتی جاره کی حضرت عایشه عاجز به جنن یا جن جانا غیرت باند کرد و حیرا خودش راضی خدای عالمی اختیار بر یک خوشک داته یک داب خیرتر دارته و نه والله یک خیرتر خدا ندایم والله جنا کپر باش بو خدای خیرای قبول که علی کاریم گلک کرد یعنی پیغمبر کلمه خویا مشهور به یک خدا یک اب خیرتر جه ندایم ان اب خیر او بو یعنی او زحمتها جنا کتمریه داویت جنا ساغرت به جنا مرید ها باشتر بو او جو آنچه پیغمبر کار میتشته یعنی فکر ای آنا مثلا ظلام کی جنا ایدمره که جنا نوتینه جنا نوت بجه گرت جنا کبج عقل خوش درخی خوش خبردانیت نه گرت عقلت داشتنه باد خود جنا عقلته ای پیغمبر نه و علیه الصلاة و السلام هر دم مدحی ودا تشتی خوش در حق ودا دگو خدا عز وجل ام بیجن جیوی جنانه بکه جنت ان شاء الله دایکات وکی مسلمانه و ام تفجی مسلمان من الدار و نجگل لکی ازیت پیغمبر رضی صلی الله علیه و سلم سالا کته دا وفات کرد و اپی پیغمبر وفات کرد پیغمبر ناوی سال دانی سال حزن سال درد و کلا یعنی لورد هات مال درد وی مال سفکت کرد مثلا گلک ظلام مهنه چه شیخ دبن چه امام چه حجی چه انسان خواهی دعوا گاوا کل مال جنوان تنه به آریکاری نکه باره وان سفک نکه اوان انسان بسر ناکبن مهم کت هاتی مال جنکاته هبه دست اقباف جته باره تصفک بکه بجه تشتق نابه
او ظلامي كو ايرو دنيا سركفتي ام دبج يعني ابيكو تركيب من باشار لي او انا سركفتي هر المال جنك ابو عقل بشتاوان سكنان دي اليكاري وانت كه باره وان سبكت لي غابا كجن باره تسبك نكه تي هري دكاني بيوازا بستني تي هري سيرا بستني تي هري تشتكي بابي دي هر تشتي المال بك ايه او تداويل در واج کار بکی ای زحمت هر دی بهبرا بکی لدما کجنه کو کارو خبات مال عایده متفرق نشینه از زاروق تماشا بکم از وهابکم از وهابکم تم مجادله خو بردوام بکه او وقتانه او ظلامي انا مازن به ایروان سروک دنیا هنه یا تفک جنه وان علی کاری وان کی بیش بیروانه کن چه فلات چه مسلمان یعنی لگاوا کجنه گونا یا او جنا خو شفت قتن بسر خوب که یاجی جناوی باری سفکت که خصوصا وقت زاروق تشتوان هبن أبياج براد بير عمد أبا خدا عز وجل جنب عاقل بإمام كنسيب متبع إن شاء الله. فالمرأة نعم العون للرجل اعلموا هذا إذا رأيتم رجلا ناجحا فابحثوا قد تجدون أو 99% ليس 100% وراءه امرأة عاقلة صابرة تعينه تتكفل بأمور المنزل وهي تقول اعمل في الخارج وأنا في الداخل ولكن إذا هي لم تعمل هكذا ترسله إلى شراء البصل والفجل والعسل وهكذا اشتري هذا اعمل هذا ارمي الزبالة الرجل لا يجد مكانا للدعوة وللخدمة ولكن إذا هي تكفلت بخدمة المنزل وتربية الأولاد هو يتفرغ للعمل في الخارج وربما تجدون 99% من عظماء الموجودين في العالم رجال الدين سياسة تجارة وراءهم امرأة تعينهم كثيرا نرجو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم امرأة أو زوجة صالحة تعيننا في أمور الدين والدنيا إن شاء الله خدا عز وجل جني صالح بكن سيبي وتبا آليكاري وابن آليكاري ما بن باري مسببكن توفيقا ما وان تبا دين ودنيا دابدن إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.